اهلا بيكم حبايبي الحلوين، رجعنا لكم في فيديو جديد تاني مع قناة مشروعات وافكار مع عمدة. والنهاردة الفكرة بتاعتنا هنعبي اللي هو الفول السوداني اللي هو اللبناني اللي هو بيسموه فستق يعني، بس هو مش فستق حقيقي يعني. بس هو اسمه فول سوداني لبناني. ماشي. الفيديو اللي فات كان عبينا اللي هو الشيكوبون او الكريسب الالوان. وده كان حاجة حلوة قوي برضو. وان شاء الله النهاردة هنشوف برضو الفيديو الجديد دوت. هنعبي السوداني اللبناني دوت. وفكرة حلوة وننزلها مع بعض عند التاجر وبنعملها على الطابلو دوت. مثلا بيبقى فيه 24 وحدة، 24 كيس يعني. بيتباع الطابلو ب20 جنيه في 24 كيس. والحاجات دي بتيجي، الطابلوهات دي بتيجي من بين الحارات، والحاجات دي كلها برضو كل حاجة موجودة هناك، والأكياس. ونبدأ بقى يعني أي حد ما عندوش شغل، أي حد مثلا قاعد كده فممكن يجيب حاجة زي كده ويعمل المشروع دوت، وربنا يكرمه إن شاء الله. نبدأ مع بعض بقى الفيديو عشان ما اطولش عليكم. احنا بنحط بقى ايه عشان السوداني دوت كبير، فاحنا هنحط 6 وحدات منه كده. 2 4 ادي اهو. كده اهو. عشان هي الحاجات بس غليت جدا، محدش يقول لك كيس صغير او بتاع، لا ده هي الحاجة اصل غليت جدا. وبعدين ده كيس بجنيه يعني فاحنا يا دوبك على قد ما بنقدر يعني. اهو مع بعض كده اهو. اهو اهو الكيس اهوت اهو زي ما شفنا. ماشي، نعمل كيس تاني برضو. ونجيب الكيس كده اهو، ونجيب معلقة كده ونحط ايه 6 وحدات عشان السوداني ده كبير وفي نفس الوقت غالي يعني. كده اهو اهو كده اهو. انا لو عليا عايز احط الكيس مليان كله، بس اهو هنعمل ايه بقى، الدنيا غليت يعني. اهو كده اهو. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وانا بقى ايه عامل بقية الكمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو بس. اهو كده اهو. اهو كل الاكياس متعبية برضو كده. وهنجيب برضو حبيبنا الدبل فيس كده اهو. ونجيب الطابلو الكرتون بتاعنا ونعمله كده اهو. ونجيب الدبل فيس اهو كده. وبرضو ايه نعمل زي ما شفنا برضو في الفيديو اللي فات كده اهو. خط كده اهو كده اهو. اهو كده. نعمل 4 خطوط كده كده اهو. نعمل خط تاني كده اهو. ونعمل خط رابع كده اهو. كده اهو. ونبدأ بقى ايه نرص الأكياس بتاعتنا. بس الأول نشيل الورقة بتاعت الدبل فيس. طب كويس، هي طلعت سهلة المرة دي. اهو وكده اهو. نجيب بقى الأكياس بتاعتنا ونبدأ بقى ايه على الحرف كده، ونرص الأكياس بتاعتنا على الدبل فيس كده اهو. كده اهو.
كده اهو. نرص 6 كده اهو، و4 كده اهو، يبقى 24 كده اهو. كده مشروع كويس ان شاء الله، ويكون مربح باذن الله، وننزل للتاجر واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وربنا يكرم كل انسان يعني. طالما بنتعب وبنشقى فربنا اكيد هيكرمنا ان شاء الله. فاللي ما عندوش شغل يبدأ ينزل ويعمل المشروع دوت، وان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. 2 4 6 اهو كده. عملنا اول صف اهوت. نبدأ بقى ايه، نشيل الورقة بتاعت الدبل فيس التانية. اهو نبدأ برضو نفس الطريقة كده اهو، يعني ضغطة بسيطة كده بتلزق على طول بالدبل فيس. احلى حاجة الدبل فيس، احسن من الدباسة والدبابيس ووجع القلب والكلام ده كله. كده اهو. كده اهو برضو ده نفس الطريقة. وده كمان وكده خلصنا الصفين دول. نخش بقى على الصفين التانيين كده اهو. صفين بس كده وكملت الباقي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وده كده الشكل النهائي بعد ما خلص التابلو كله اهوت، زي ما هينزل للتاجر على نفس الشكل دوت كده. وده هو الفول السوداني اللبناني. ماشي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.